أهلا وسهلا بيكم أعزائي المستمعين في بودكاست قلم حبر. البودكاست بيقدم لك مواضيع تهمك، والمواضيع دي بتساعدك على تطوير ذاتك وتحفيزك للنجاح والتقدم، وكمان هيقدم لك قصص أشخاص حققوا أحلامهم وهيكونوا لينا محفز لتحقيق أحلامنا. معاكم نرمين حكيم من بودكاست قلم حبر. كتير مننا نفسه يعيش في سعادة، ولكن لأسباب خارج إرادتهم بتجبر إنهم يحسوا بالحزن وفقدان الأمل في إنهم يعيشوا مبسوطين. من هنا وقفنا شوية وسألنا بعض الأشخاص عن أسباب السعادة بالنسبة ليهم، فكان الرد هو الإحساس بالرضا والأمان، وأكون بسعى إني ما كنتش مقصرة، وإني أكون مرتاحة نفسيا وعايشة مستقرة في سلام مع كل اللي حواليا، وإن أهلي وأهل بيتي يكونوا بخير. السعادة إن أشوف الحب في عيون القريبين مني، السعادة في لمة الأهل والأصدقاء، السعادة في قرب من ربنا، وإني أشعر بإن ربنا راضي عني وعن اللي بعمله، إن أطور من نفسي وأعرف أنا بحب إيه وأعمله. السعادة إن أكون بخير، ما أكونش مريضة واحتاج لحد. السعادة إن أقرب أهل بيتي لربنا، وإن علاقتي بربنا في تقدم دايما. سعادتي لما ألاقي نفسي مش مقصرة في حق بيتي وخدمتي. وهنا هنلاقي أسباب السعادة مختلفة من شخص لآخر، فكل واحد بيلاقي سعادته حسب شخصيته واحتياجه. ومن هنا سألنا سؤال تاني: لو في يوم قررت تبقى سعيد، تعمل إيه عشان تتخطى كل المشاكل اللي حواليك اللي بتكون عائق كبير قدامك؟ وهنا كانت الأجوبة إن أصلي وأشكي في صمت، لأن ربنا عارف أنا محتاجة إيه وعايزة أتكلم في إيه. وفي منهم قال: لما بقعد مع شخص بيدعمني وبيديني طاقة أقدر أواجه بيها المشاكل. وفي حد قال: بكبر دماغي وبحاول مفكرش في حاجة تضايقني، وإن المهم أولادي وزوجي وأهلي بخير. وفي منهم فكروا كتير في السؤال ده، ولكن انتهى الحديث بالصمت. وهنا بقى نيجي للحياة الزوجية. وبالنسبة للحياة الزوجية بين الزوجين، في فئة من الرجال تقولك الست في ايديها سعادة البيت، وفي فئة تانية من السيدات تقولك إن الراجل في إيده يخلي بيته جنة. وبالنسبة لي الكلام ده غير سليم بالمرة، لأن السعادة في إيد من يحب. ليه؟ عشان لو الاتنين بيحبوا بعض هيقدروا يخلي حياتهم سعيدة، لأن كل واحد ماسك في إيده سعادة غيره، وكل واحد فيهم عايز يسعد اللي قدامه وعايز يعيشه في أحسن حال، وعايز يهيئ له حياة اللي يستحقها الآخر. فعشان كده السعادة في إيد الأحباء، مش طرف واحد. السعادة والجنة اللي تستحقوها لازم كل واحد فيكم يقدمها للتاني، مش كل واحد يستنى التاني يسعده إزاي. قدموا ده لبعض، لأن الحياة قصيرة، وكمان الحياة ملهاش لازمة من غير سعادة. هيكون في خناقات، بس لو في حب وسعادة هتكون الخناقات ده شيء عادي وبيروح بسرعة، وهتكون ليها ذكريات جميلة مع الوقت. خلي قدامك هدف على طول، هو إسعاد اللي قدامك، لأن بكده بتكتب السعادة دايما لحياتك. وأول خطوات لطريق السعادة هو إحصاء النعم. افتكر نعم ربنا عليك، ابدأ يومك بعد النعم اللي ربنا عطاها لك مهما كانت صغيرة في نظرك. الخطوة دي بتزود عندك الإحساس بالرضا والسعادة. تاني خطوة: إسعاد غيرك. أعلى درجات السعادة هو إسعاد الآخر، عشان السعادة مش بس في الأخذ، إنما العطاء بدون مقابل. اسعد غيرك، ساعتها هتكون سعيد دايما. ثالث خطوة: حسس نفسك إنك مهم. لو فعلا حسست نفسك إنك مهم هتحس قد إيه أنت سعيد ومليان طاقة. الشعور ده بيخليك تعمل حاجات كتيرة حلوة، وبيخليك تبدع وتطلع كل حاجة حلوة فيك، فهتكون سعيد من قلبك، وهو ده اللي احنا عايزينه. رابع خطوة: حاوط نفسك بالسعداء. أيوة، زي ما بقولك كده، حاول تلاقي ناس فعلا حابة الحياة وسعيدة. حاول تلاقي شخص زيك عايز يعيش وقته بأحسن حال، مش دايما بيشتكي من كل حاجة. خامس خطوة: خليك اجتماعي.
أكدت الدراسات في كلية الطب جامعة هارفرد على مدار أكتر من 80 سنة بأن العلاقات الاجتماعية الجيدة وليس المال والشهرة هي من يجعلنا أكثر سعادة وأفضل صحة. وأكدوا أن دور الوراثة في طولة العمر كان أقل أهمية من مستوى جودة العلاقات الاجتماعية. فخليك اجتماعي، ده هيساعدك تكون مبسوط. وفي مقولات رائعة بتقول: الكثير من السعادة تستحق القليل من الحزن. توماس فول. أنت لا تحتاج إلى البحث عن السعادة، فهي ستأتيك حينما تكون هيأت لها موقع إقامتها في قلبك. شمس الدين التبريزي. نفهم من الكلام ده إن كل واحد فينا لازم ولابد يوميا يرسم السعادة لنفسه بأقل إمكانية عنده، وتفتح شبابيك قلبك لاستقبال السعادة والراحة. وبكده خلصنا حلقتنا النهاردة عن السعادة. استنوني في بودكاست قلم حبر. كانت معكم نرمين حكيم. هستنى رأيكم في الحلقة، وقولولي حابين نتكلم في ايه المرات الجاية، وهسيب لكم البيدج بتاعتي لو في اي تعليق او اسئلة.